تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمر ولاية سيدي بلعباس الأسبوع الفارط من توقيف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار بالمؤثرات العقلية والمخدرات مع التنظيم السري لرحلات الهجرة الغير شرعية. هذه العملية المنفذة جاءت على إثر تحريات ميدانية دقيقة، وذلك بضبط 23,683 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، 300 ملغرام و2 كيلوغرام من المخدرات الكيف المعالج، ومركبة سياحية. مواصلة للتحريات والأبحاث، تم ضبط واسترجاع المعدات المستعملة في الإبحار السري، وفي الأخير تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس. كما تسعى فرقة مكافحة المخدرات مواصلة لجهودها في التصدي لجرائم الإتجار الغير المشروع للمخدرات وكذا محاربة الهجرة الغير شرعية.